ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. النهارده هكلمكم في موضوع يعني مهم قوي قوي ورايح من دماغنا، بنستسهل وحتى بنكسل ان احنا ندور، مع ان هو موضوع ممكن يخلي صلاتك بعد كده ما تتقبلش. معلش الايه الترابيزه مش نظيفه عشان انا كنت بعمل لكم الفيديو بتاع الماسكات اللي قبل كده، معلش اعذروني. المهم يعني ما علينا. احنا بنكسل دايما نخش ندور على الاساس وعلى الصح. فاللي انا هقوله لكم ده انا جايباه من شيخ موثوق فيه. احنا بتجيلنا البريود دايما، بنعمل ايه بقى بعد البريود؟ بنخش نستحمى، حلو كده وخلاص. بنات كتير قوي بتعمل كده، تخش تستحمى عادي، شامبو وبلسم وشاور وخلاص، وبتطلع في منهم اللي بيصلي على كده والصلاه ما بتبقاش مقبوله، كده غلط، انت ما اتطهرتيش حضرتك. وفي منهم اللي ما بيصلوش وبيعيشوا حياتهم عادي، فده طبعا غلط لان انت كده حضرتك ما اتطهرتيش. تمام؟ الشيطان هيكبسك، وده كلام صح. الشيطان هيكبسك لو ما اتطهرتيش صح، الشيطان هيكبسك. وخشي شوفي يعني ايه بقى الشيطان هيكبسك، انا مش هشرح لكم بقى كل حاجه. المهم ازاي طريقه الطهاره السليمه، هتطهري ازاي بعد البريود، او الستات المتجوزين هيطهروا ازاي. اول حاجه انت هتنوي ان انت داخله تطهري بالنيه، وانت بتفتحي الدش، وانت بتحضري هدومك، وانت بتحضري الحمام عموما. انت بتنوي بقلبك، مش لازم تقولي يعني يا جدعان انا داخله اتطهر، مش لازم، هي مش حفله. انت بتنوي من جواكي ان انت داخله تطهري. تمام كده؟ دي اول خطوه، النيه. تاني خطوه بتخشي بتغسلي ايدك، كل ده من غير صابون. انت بتتعاملي كل ده من غير صابون. بتغسلي ايدك اهو، انت فاتحه الدش بتغسلي ايدك كويس، بتغسلي ايدك كويس. وبعدين بتغسلي قدام وورا، مش هينفع اوضح انا، هو هتغسلي قدام وورا، وبتغسلي كويس، مش بتغسلي لعبكه. الحمايه دي لازم تبقى ايه فيها، تأني شويه. غسلتي ايدك وانت نويتي الاول، وبعدين والنبي ركزوا معايا، انت نويتي النيه الاول، وبعدين غسلتي ايدك كويس، وبعدين غسلتي قدام وورا كويس، وبعدين هتتوضي بقى عادي خالص. رابع خطوه، انت هتتوضي عادي بس من غير رجليكي. هتتوضي تعملي الوضوء الطبيعي بتاعك بتاع الصلاه العاديه بس من غير ايديكي، حلو كده. بعدين الخطوه الخامسه هتغسلي راسك، هتيجي عند راسك تغسليها كويس. انا هجيب لكم الباروكه الشايطه اللي كنت بشرح لكم عليها الماسك قبل كده. شعرك انت تحت الدش اهو، هتدخلي صوابعك ما بين شعرك كويس قوي. تمام؟ هتدخلي الميه بين شعرك كويس قوي. وبعدين هتاخدي الجنب اليمين بتاعك، هتاخدي جنبك اليمين كله هتغسليه كويس قوي، حلو كده. كل حته فيه، كل حته فيه هتغسليها، كل حته فيه، انت بتطهري نفسك. وبعدين جنبك الشمال، جميل. وبعدين جنبك الشمال هتغسليه كويس جدا. وبعدين اخر حاجه هتنزلي، هتعممي بقى، هتعممي اللي انت عملتيه ده كله، هتنزلي الميه على جسمك كله، هتنزلي الميه على جسمك كله. جميل الكلام، اظن مفيش اسهل من كده. وبعدين خلاص بقى انت كده وصلتي للمرحله دي، لما نزلتي الميه على جسمك كله بعد الخطوات اللي انت عملتيها، انت كده اتطهرتي، انت كده زي الفل. تقدري بقى بعد كده تستحمي الحمايه بتاعتك العاديه، لو هتحطي شامبو، لو هتحطي مثلا الشاور بتاعك، حمام الكريم اللي انت عايزاه. وبعدين ممكن تطلعي زي ما انت كده تصلي عادي، مش عايزه تتوضي، خلاص انت كده اتطهرتي. طب ما اغسلش رجليا، لا خلاص انت الميه نزلت على جسمك كله وحصل تعميم في جسمك كله، خلاص مش لازم تغسلي رجليكي. عايزه تتوضي اتوضي، عايزه تطلعي كده تصلي على كده، انت كده طاهره 100%. بالله عليكم اعملوا شير للفيديو ده لان هو مهم جدا، وفي ناس كتير جدا ما تعرفش الخطوات ديت. مهمه يا جماعه، مهم عشان صلاتنا بعد كده تتقبل، علشان خاطر الشيطان فعلا ما يبقاش كبسك، ودي حاجه مش صح. تمام كده؟ اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ولو فعلا استفدتم يا جماعه سبسكرايب ولايك وشير للفيديو عشان الناس تبدا تعرف، واللي مش عارف يبقى احنا كمان عرفناه واخدنا الثواب. يلا باي باي، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.